في لغز كبير جدا في بيبا بيج واللي لحد النهارده محدش قدر يحله، وانا بتكلم عن لغز الاباء اللي اختفوا. لو ركزت في عيلة الشخصيات هتلاقي دايما كلهم عندهم لكن العضو الوحيد اللي ساعات بيبقى مش موجود هو الأب. وكأن كمان الذكور ليهم أهمية أقل من الإناث. أهل ماما بيج بيظهروا على الشاشة، لكن أهل بابا بيج عمرنا ما شفناهم. استنوا، اللغز ده بيكبر أكتر بكتير، وكل حاجة بتبدأ مع سوزي الخروف. سوزي هي أعز صاحبة لبيبا بيج. احنا شفناها من البداية وفي حلقات كتير، وبجانب اننا عارفين كل حاجة بتعملها ومع مين بتتجمع، كمان احنا عارفين عيلتها كويس جدا. او يمكن لا. اول حاجة عندنا ماما خروف، وكمان شفنا جدة خروف، وحتى عرفنا بنت عمتها الكبيرة شارلوت خروف. بس فين ابو سوزي؟ مش بنشوفه في بيتهم ولا بيظهر في التجمعات العائلية، وحتى مش بيطلع في الصور. مفيش أي حاجة عنه. هو مات ولا إيه؟ هو ساب سوزي وهي لسه بيبي، ولا هو أصلا مش موجود؟ يا جماعة، الموضوع إن رسميا هو فعلا موجود ومعترف بيه كجزء من عيلة سوزي. طيب ليه بقى مش بيظهر خالص؟ طيب يا جماعة، أظن إني لقيت الإجابة. في حلقة حفلة الرقص في الأتوبيس، بيبا قالت لسوزي: لو وقفتي على رجلين بابا مش لازم تعرفي ترقصي. بس سوزي وقفت تفكر وردت وقالت بس. وفجأة قطعوها وقطعوا الجملة. يعني ليه؟ هل ده كان مقصود؟ أكتر جملة منطقية كانت بس أنا ما عنديش بابا. اللي بيجنن الكل إن حتى المسلسل نفسه ما أكدش أي حاجة عن بابا سوزي. وأكتر حاجة غريبة إن في عالم بيبا بيج ولا حد واخد باله من أي حاجة، ولا حد بيسأل سوزي عن باباها. بس الموضوع بيبقى أسوأ كمان، لأن مش بس بابا سوزي، ده كمان جد سوزي. زي ما احنا عارفين جد سوزي بتظهر في الحلقات، بس فين جدها؟ عن الجد ده كمان ما عندناش أي معلومات. في الحقيقة اللي كتير من الناس بيفكروا فيه هو إن جدها ببساطة توفى، إلا لو كان في تفسير أغمق من كده. وإيه أخبار شارلوت أوفيخا؟ شارلوت هي بنت عم سوزي الكبيرة، عندها حوالي 17 سنة، وهي أكتر استقلالية، ناضجة، ولما بتظهر بتحس إنها بقت واحدة مش من ضمن مجموعة العيال الصغيرين. العم خروف والعمة خروف معروفين إنهم أهلها، بس الغريب إننا عمرنا ما شفناهم في أي حلقة. شارلوت بتظهر لوحدها بس، وممكن نفكر ونقول طيب شارلوت عندها 17 سنة، يمكن مش محتاجة أهلها يكونوا معاها طول الوقت. بس هو معقول عمرهم ما بيروحوا يزوروها؟ وكمان شارلوت لسه ما بقتش بالغة. مش عارف يا جماعة، وده كمان أول حلقة بس. الشخصية اللي جاية هي بيليندا أوسو. بيليندا مش شخصية ظهرت مرة وخلاص، هي بقالها وقت طويل في المسلسل. احنا عارفين انها اكبر شوية وانضج، وكمان عرفنا امها. بس ايه اخبار ابوها؟ بعكس ابو سوزي اللي ما شفناهوش ولا مرة، احنا شفنا ابو بيليندا، بس شفناه مرة واحدة بس. مرة واحدة في كل المسلسل، والأسوأ إنه حتى ما ظهرش وهو بيعمل حاجة مهمة. الراجل ببساطة ظهر قاعد على ترابيزة بياكل شوفان، كأنه شخصية جانبية وخلاص. يعني ظهر، أكل شوفان ومشي للأبد. وبرغم كده أغرب حاجة إن بعد الاختفاء ده بيليندا فضلت تظهر في الحلقات عادي، وكأن مفيش حاجة حصلت، ومفيش مرة جابت سيرة أبوها. طيب إيه اللي بيحصل مع الأهالي في العالم ده؟ هو فعلا ممكن يكونوا مهملين للدرجة دي ويسيبوا عيالهم؟ يا ريت حد يشرح لنا الموضوع. بس على الأقل اللي حصل مع بيليندا ممكن نقول إنه كان صدفة بسيطة، بس في الحقيقة لأ، لأن حاجة شبه كده تحصل مع ماندي راتن. ماندي كمان جزء من مجموعة بيبا بيج، شفناها كذا مرة بتلعب مع الباقيين، وتخيلوا إيه؟ بالظبط إحنا كمان نعرف مامتها بس. وطبعا عندنا نفس السؤال دايما، إيه اللي حصل لباباها؟ طيب دفاعا عن السيد فار، هنا الموضوع بيختلف شوية.
لأن بابا ماندي مش مختفي تماما، هو فعلا بيظهر في شوية حلقات بس بيظهر قليل جدا، ويبان كأنه خادم عند ماندي وأمها. يا جماعة الراجل ده حتى ما عندوش أي تطور كشخصية، ما عندوش لحظات مهمة مع ماندي، وحتى مش بتحس إنه واحد من عيلتها. وهنا بنلاحظ إن الرجالة ملهمش أهمية كبيرة في بيبا بيج. والغموض بيستمر مع سيمون السنجاب. في حالته مش بس باباه أو جده مختفيين، بالعكس كأنه كل عيلة سيمون مش موجودة أصلا، كأنه طفل يتيم وغلبان وما عندوش بيت. سيمون مش شخصية خفية، احنا شفناه كتير قبل كده بيتعامل مع أطفال تانيين، وواضح إنه جزء من عالم بيبا بيك. بس لما تبدأ تسأل عن عيلته هنا الدنيا بتبقى غامقة قوي. أول حاجة احنا مش بنشوف مامته، واحدة من أهم الشخصيات في عالم بيبا بيج. وطبعا لو الأم مش موجودة يبقى أكيد مش هنشوف الأب. وكمان في الحقيقة مفيش حتى بيت نقدر نقول عليه إنه بيت سيمون. هو سيمون عايش في الشارع ولا إيه؟ في فعلا بعض المعجبين حاولوا يربطوا سيمون بسنجاب شرطي كأنها ممكن تكون مامته، بس مفيش حاجة مؤكدة. وبالنسبة لأبوه احنا حتى ما بنسألش عنه، عشان لحد دلوقتي باين ان ابو سيمون اصلا ما تكتبش في القصة. يعني الولد ده جه منين؟ مين بيرعاه؟ او ازاي اصلا عايش؟ بس لو كنتوا فاكرين ان ده بيحصل بس مع الشخصيات الثانوية يبقى لا. ودلوقتي جه وقت نتكلم عن حالة والد بابا بيج. زي ما احنا عارفين بابا سيرديتو واحد من اهم الشخصيات في المسلسل. طيب فين اهله يا ترى؟ ولسه تاني يا جماعة عندنا والدي ماما بيج اللي دايما بيظهروا وهم بيراعوا بيبا وجورج وبيعملوا أنشطة معاهم. بس فين بابا سيرديتو؟ بابا سيرديتو أكيد عنده أهل، وكمان احنا عارفين انه عنده أخ المعروف أكتر باسم العم سيرديتو. بس باين ان عيلة بابا سيرديتو مش مهمة قوي. أغرب حاجة ان بيبا عمرها ما سألت عن أهالي باباها، جورج كمان ما سألش. ماما بيج ما بتتكلمش عن حماها وحماتها، وبابا خنزير المسكين ما بيتكلمش عن طفولته ولا عن عيلته ولا حتى عن أهله. يعني في الآخر بنلاقي إن عالم بيبا بيجي كأنه بيمسح الرجالة أو عيلة الرجالة من الوجود. بس ليه طيب يا جماعة؟ دلوقتي عايز أعرف رأيكم، فعلا بابا خنزير نسي أهله خالص؟ ولا في حاجة غريبة فعلا في المسلسل كله؟ هنقرأ تعليقاتكم.